النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. لما البس النظاره هذه والعبايه واعمل حجابي هيك اعرفوا انه انا في اوراق بنوك واشياء، فسهل يا مسهل. وكهو ان شاء الله بلشت اخلص الشغل يعني من امبارح لليوم شوي شويه، نزل عنا شوي اشياء لبكره وخلاص. اخر شيء هلا، اخر ورقه هلا ونروح نرتاح وننام. صحينا بكير نروح نقرا شوي شوي. التوانسه مع الطريق ما يبدلكوش، اجري اجري، خاصه نصف النهار والخمسه. وقولوا لي كيف الاخبار عندكم، كيف الوضع، كيف الجو، مش تكتولي مش تكتوليش. بحبكم كثير. دخلت اشتري كراسه، احنا نقولوا لها الكراسه هيدي هيك. دخلت اشتري هذا بحب هيك اكتب افكاري، دايما بحب اكتب افكاري. هون مرتب فيه الخط ذاك، اخذت قلم. كملنا امورنا في البنك. صراحه انا ديما البنات اللي يشتغلوا في البنك قد لهم تحيه، محليهم ديما يخلصوا لي اموري هيك بسرعه، وانا ما عنديش تعقدات صراحه، بروح هيك شوي. ورحت اشتريت الكراسه هذيك، لانه جماعه انا من النوعيه اللي ما بحب اكتب في التليفون شغلي ولا اكتب في الحاسوب، لا بحب اكتب في ورقه على الكراسه، بعد اشطب اللي بعمله في اليوم بشطبه، الاعلان اللي بسويه بشطبه. بحب دايما اروح اتفقد الورقه هيك. تقولوا لي قديمه من ناس زمان، انا هيك. اليوم خلصت اول شيء اللي هو الورق. نكمل لكم. طفيت علي ستوري، لازم نعبي بنزين لانه السياره راح تطفي بي في نص الطريق. هكا ديما نحب نخلي السياره تطفي بنزين. وتعرفوا يا جماعه، قبل ما نشتغل مرتبات، انا قبل كنت صغيره هيك، كنت دائما بحب اشتغل. اشتغلت في المكان اللي خديت منه الكراسه هذا، اشتغلت يمكن شهر هيك يعني. عرفتوا بين فتره دراستي في الصيف بشتغل. انا اشتغلت، ذكرت اني انا اشتغلت في المكان هذاك. ان شاء الله دعاء يكون الامين تحطني تلقاني وهكا. هاو عبي بنزين. راح اروح انا وبنت عمتي اكتب افكاري. لازم نقعد في مقهى هيك ونكتب افكاري ونكتب جدولي ونكتب مخططاتي. في اي قوانين من قوانين العالم، ولا في اي دين، ولا في اي عقليه يقول لك انه الاثنين لما يتطلقوا لازم الخاتم يتشال. يعني خاتم غالي، خاتم انا فرحانه بيه، خاتم انا نحبه، خاتم ديامون زي ما حكيتي انت ارميه مثلا. شو حظل لبسته اكيد يعني. خاتم ملوش دخل في الموضوع كامل. خاتم هو هيك ما حكيته خاتم يعني، ظل لبسته عادي. ساعه، لا مش ساعه، هو كل شيء ما جاش ساعه. ملي مشيت للبنك وجيت وراق وشريت الكراسه نستنى فيها. تو وين خرجت، تو وين خطر لها مخها انها تخرج. شوفير بتاعك انا قاعده ساعه نستنى فيك برا. بونجور، شنو هذا رونديفواتك؟ اي اختي احنا ناس منظمين. اي سامحني ساعه نستنى فيك. سامحني شبيك رابطك صغيره هكا. وخر الكرسي خاطر فما برشا ناس قاعدوا وراك. مالا كرهبتك صغيره، تنشي كرهبه كبيره باش تقعدي فيها انت بكلك. اي نحب نقعد مرتاحه. هذوما الاصحاب نقولكش معناها، يقولوا لك اش بيك راه. هاي خلينا نمشيو نعملوا فطور نفهموا بيه نهارنا. اكيد شي ما شربت قهوتها. بونجور مشات. اكيد شربت قهوتها. معناها هذه القهوه ندلي على شويه معناها سانتور. والله جيت بريحتك فاني دليح حاجه بطيخ. اما خير ريحتي نيتنا. قالت لي وحده محليها بنت عمتك شهلوله هكا صدقت ربي كانت نكد. اما قالت لي بطيه شويه، بطيه شويه. ما قصع ضمك ولا ما قالتلكش ضملت. الراجل جنبنا نزل هيك
فرحت قلت له حتى انا بدي زيه. عندي وتكونش حسيتي. نعاند باهي شيء عندي كون ما عندي ما تكونش حسودي. قلت خليني نجربها فيها السمو، واحد لازم يغذي روحه. ليش خبز اي بان سيريال افوكا سمون وعظمه. اوه كذا عمل وجهك. انا زدت نعملها عامله هذي. عجبني هكا شهيت وقلت ما خليهاش في قلبي. ما دقصص هذه بدقصص هذه. عاملين برشا جو. تشكروا ضحى ما نبوش نشوفوكي زعلانه يا ضحى ولا تبكي. خيرك ضحى. خيرك يا ضحى والله ما نبوش نشوفوكي زعلانه ولا تبكي. والله تحيه للشعب الليبي. حبا سناب شات. اليوم جينا الوين. خنغطي المرآة ثواني ليكم نغال الحمام. واو المرآة هون. الغرفة أخذتها تطلع على البحر. طبعا ليش أخذنا الغرفة؟ لأنه عنا تصوير إن شاء الله يا ربي نكمل اليوم نصور لكم شيء. واو اسمعوا تصوروا لي المنظر هذا الصباح. هذا ستوري على الانستغرام الصباح. بونجور بونجور مون شيري بونجور. محلاه الطقس اليوم محلاه. أصحاب الفندق عرفوا إنه أنا جيت عندهم زمان، جابوا لي فواكه. اوه الفواكه حلوة كتير. شكرا فور سيزون. انا جيت شوفوا لي الالوان والاجواء. عسلامة خويا. اما تنجم تطلع لي كاس حليب؟ اوكي عسلامة خويا. لا جوست كيس حليب. عايشك ميرسي بسلامة. رحمة قص رحمة. شوف شقولهم بلال. بلال كي بابا كل شو توم is in. جيري مرت خويا زميرون. حبيت نجي نبارتاجي معاكم حاجه. عندي توا جمعه ملي صورت لكم اللي انا نستعمل فيه، اما راهو قبل ما نسافر للاردن هي ملي جابتهم لي. انا قلت لها انصحني بحاجات، جيب لي حاجات نقصت في الميزان شويه، والبريود هذه مش نقصت في الميزان برشا. بالفازه هذه انه تحط هكا مغرفتين 3 معاهم. انا نشرب معاهم حليب خاطر نحب الحليب، ومن عوادي ما نفطرش الصباح، فكي نشربهم هذم الصباح نقوم جيعانه خاطر هو الجو الصباح نقوم جيعانه، نولي ناكل. البنات اللي ما ياكلوش اللي مش وكالين واللي عندهم سقام العرايس واللي عاملين حالهم حاله حليله ومدبرمين هكا سهله على الاخر، وتريح تقطيع وتريش ما تحسيش بيه. معناها تشربيه في ساعه هو فيه فازات فيتامينات وكل شيء. اما تزيد راهو حاجات، معناها حاجه تزيد مش حم وعجين والحومات، لا حاجه باهيه. مش كان البنات هكا، حتى الاولاد شوفوا اللي يحب يزيد في الميزان، مش حتى تزيد معناها راهو هو بروتين.
بالرسم اللي جربته معناها بالرسم نحس في روحي معناها برشا كيفاش حتى بلال فما ايامات مش فاهم شنو كل صباح يبدا يترفيز غايلو بسيسه والله بالرسم من وقتها نحس في روحي كيفاش هكا يسخايلو بسيسه. اما جابت لي برشا راهو يا جماعه. فما حاجه تبدلت معناتها فما طلعت حاجه بديت نشرب فيه ولا ومنين بلال هذاك بالرسمي؟ بالرسمي منين هذاك ما ترانيش انت؟ كيفاش ما ترناش؟ يعجبكش تحكي بالرسم ديما هي فلوس عملت